جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. جماهير الاهلي عندنا ما تقلش عن جماهير الزمالك معزه وحب واحترام، لان دول جزء من مصر. جماهير الاهلي جزء من مصر. لو انا النهارده بصيت بعين واحده لجماهير الزمالك يبقى ما بشوفش. عشان كده المنظومه كلها، الجماهير كلها لازم تحضر المدرجات. فاتفقنا على الاتي: سيتم دعوتنا جميعا، ودي توجيهات السيد الرئيس لما اجتمع، هو الراجل عملت معاه اجتماعين منفردين ثم اجتماع مع الرياضيين اللي هو السيد رئيس السياسي. واهتمامه بالرياضه والرياضيين دل على الماراثون اللي عمله في سباق الدراجات. وهو عنده الرياضه دي بالنسبه له خط احمر، زي العيش بالظبط، زي الميه بالظبط. فالاتفاق كان كالاتي، يعني ملخص الاجتماع مع مع السيد رئيس الوزراء المحترم ربنا يعينه على اللي هو فيه، ثم وزير الشباب، ثم وزير الداخليه. الجماهير ستحضر من الدوره الرباعيه باذن الله. 2، كلنا بنشتغل في اطار واحد، هو صالح الدوله المصريه. السيد رئيس الوزراء بمجرد حلف اليمين سيتم دعوه كل انديه اللي هي ال 22 نادي فيهم النادي الاهلي. الاجتماع سيكون في مجلس الوزراء. اول مره بيجي متاخر كده، ده بينام على كتف الناس. الحقيقه مهيب ولا مش مهيب؟ لا رئيس المايك التاني مش المايك بس. هم طالعين مصريين يا ريس. رئيس طالعين بالشير النهارده. ان شاء الله سيكون هناك دعوه من السيد رئيس الوزراء في مجلس الوزراء لجميع انديه مصر، وفي مقدمتها النادي الاهلي واتحاد كرة القدم. وهنتفق على ضوابط سهلة جدا. كل رئيس نادي مسؤول عن جماهيره. يعني ايه مسؤول؟ هتقول لي طب ما انا افرض واحد، ما احيانا في جمهور بيقعد يشتم رئيس النادي نفسه. الجمهور اللي هيعمل شغب ويخرج على المألوف ملوش حضور طوال الموسم. كلام واضح. ودي رسالة جماهير الزمالك قبل اي جماهير. تاني، الجمهور اللي يخش يشجع ويفرح وينبسط ويؤازر فريقه فوق دماغنا. الجمهور اللي يعمل شغب او يخرج على المألوف او يرمي جول على شرطه، الكلام واضح، او يشتم الفريق المنافس او جمهور المنافس. هنفترض الاهلي او الزمالك، خلينا في الزمالك بيلاعب مثلا المحله وجمهور الزمالك راح شتم الاهلي، خلاص ملوش حضور طول الموسم خالص. ليه؟ احنا عايزين الانضباط يعود الى المدرجات.